والمعلم أصبح يلقن الإجابة اللي بنسمع بها نحن. صحيح معليش يا سيدي، معليش، ها نشوفوا هذا الفراشة وشنو هي؟ حيوان بيوضة ولا ولودة؟ بيوضة غلطة، ولودة غلطة. الفراشة ليست حيوان، حشرة. هذه المعلومات الدقيقة أساتذة العلوم لا يعرفونها. كيف تخلق مشاكل للتلميذ يصبح يكره المدرسة، يكره التلاميذ. لماذا يضربون الأساتذة ويكرهون المدرسة وينحرفون؟ لماذا؟ لأنهم التلاميذ الذين لم يتكيفوا تكيف سيء، التلاميذ الذين لم يجدوا أنفسهم، ولهذا يضربون. هم الذين يضربون الأساتذة، هم الذين يتغيبون ويعتدون على أنفسهم وعلى غيرهم وعلى تلاميذهم. دائما لما يكون كذا نظر الأسباب كذا والأسرة وكذا الروح، بينما كنا نحصر السبب أين؟ في الأستاذ ولا في التلميذ؟ نلقى إحنا السبب من السنة الأولى. خطر لهنا تلميذ صغير الكبت هذا نتاع الكره هذا يبقى عنده إلى غاية يكبر في المتوسط والثاني، ينتقم من المعلم وينتقم من المدرسة وينتقم. السبب بشكون؟ إحنا لماذا لا نعترف بالحقيقة؟ ليه ما نقولش الحق والتواصل بالحق؟ نحن نتواصل بالحق؟ منيش التواصل بالحق؟ نحن نفوسنا علاش رايحين؟ واش ماذا قلنا؟ قلنا والكتاب أصبح غير مستهلك، يعني لا يمكن. معليش يا سيدي، معليش نجيو لهنا. لهنا حيوانات وشني تأكل العشب وأخرى تأكل اللحوم. احنا من اللي نعرفوا باللي الدجاجه وكذا تفضل الحبوب، وهي الحمامه وهي الدجاجه والحبوب والرحد، المعلومات الناقصه هذه. الان ماذا يفعل المعلم بهذا الدرس؟ عندنا الحيوانات الاليفه درس، الحيوانات المتوحشه درس، عندنا تكاثر الحيوانات تكاثر درس، وتغذيه الحيوانات درس. 4 مواضيع في صفحه. ونقولوا المعلم ولا غير انت لا تعرف. ليه نتمسخروا احنا لا نعرف. احنا اللي ما نعرفوش. وين راهي هذه راهي في كتاب التلميذ. يعني ما نعطي لكم درس، ما نعطي لكم موضوع، ما حتى شيء. شوف كتاب التلميذ وكي تحلوه الاخطاء تقول لكم هاني هنا. نعطي لكم شيء اخر. المناهج السنه الثالثه والرابعه فوق المستوى. فوق المستوى. نعطيكم دليل واحد. احنا لأول مرة يقرأ التلميذ القواعد في السنة الرابعة. احنا واش كنا نقريوه؟ الفاعل مرفوع ولا نقول وعلامة الرفع، لا. المفعول به منصوب ولا نقول علامة النصب. فعل ماضي فعل مضارع لا نقول لا مبني ولا مرفوع ولا أي شيء. لماذا؟ لأن القواعد مجردة لا يفهمها التلاميذ، هي أمور عقلية. لما ينتقل السنة الخامسة نعود نقولوا الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة. هاوي شوف أنا نتمو هنا. واش جعلوا؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. في المتوسط ما يفهموهاش. هار واحد ضرك احنا نعلموا التلميذ هكذاك. هاي في السنة الرابعة. حافظ فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أنا نشوفه من هنا. فعل مضارع مجزوم بلا نهي وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره. أرواح فهم التلميذ والواح. لهنا التلامذة وش يولي؟ يكره المادة، يكره النشاط، يكره المدرسة، يكره الأستاذ، ولكن الكره مكبوت. هذا الكره المكبوت يظهر لماذا يظهر في المتوسط؟ لأنه يكبر ويقدر يولي لما ينتقل المتوسط وهو ضعيف يولي يضرب الأستاذ. مشكل نبداو والأسرة والمجتمع والأفلام. لا باش نهربوا التهمة على أنفسنا. علاش ما نتوصلوش بالحق؟ نقولوا رانا احنا نكذبوش على بعضنا. هذا راه جيلنا، هذو راهم ولادنا، نقولوا الحقيقة. واش رايحين التقويم المنظومة التربوية؟ الناس تتكلم عن المنظومة التربوية ونقوم. واش تقوم؟ التقييم منين يبدأ؟ يبدأ من التوقيت، ويبدأ من الأنشطة، ويبدأ من توزيع الأسبوع، ويبدأ من دفتر الاختبار. هاو دفتر الاختبار كارثة هنا تقعد. هاو دفتر الاختبار. تقدر تقول لي كيفاش نقيم هنا دفتر الاختبار؟ كون نقول لكم كيفاش تقيموه مشكل كبير جدا جدا. هاو دفتر الاختبار. دفتر الاختبار اللغة العربية قداش عنده؟ 8. هذه تلميذة 8. القراءة ما تديش 8، تدي 1 3 4. تعبير تدي 3 ولا 4. الإملاء تدي 3 ولا 4. الخط تدي 3 ولا 4.
معلم لا أعطى لها 8. معلم لا أعطى لها، الأستاذ لا أعطى لها 8. شوف كيف نقيموا عملي، ما نبقاش و لا أعطى لها 8. نسألوا لا أعطى لها 8 لأن المعلم، شوفوا هذه جات من 2003، والخطأ هذا ماشي. ما تنبه له معلم، ما تنبه له مدير، ما تنبه له مفتش، ما تنبه له وزارة، ما تنبه له حتى شيء، تنبهولوش. علاش؟ خاطر درك لو كان انا نكتب ونقول كذا وكذا ضد المنظومه التربويه او ضد بن قبريط، ضد الوزير كذا، هذا ايديولوجي، هذا كذا، هذا من المدرسه القديمه، هذا واش يعرف هذا على بالك تعرفوش في متقاعد هذا شو ما يعرف والو. صح. شوفوا 8، شوفوا الغش كنغشوا نفوسنا ونفوسنا وولادنا وطننا. شوفوا درك الغش 8 منين؟ 8 التلميذه محتاجتها، يعني عطى لها 8 تساوي 8. منين جات 8؟ شوف الفكر اقول لك الغزالي الله يرحمه يقول لك الفكر التافه لا ينتج الا التافه. انظروا ل 8 وين جات. تمرين في القواعد، املا الافراغ، املا كذا، املا كذا، رتب كذا كذا، جات 8. هل هذه 8 تعبر على القراءة؟ هل تعبر على الإملاء؟ هل تعبر على كذا؟ شنو هي المشاكل هذه؟ المعلم وقع، اصحاب الميدان وكل. والدليل على ذلك اللي يحب يقول لك لا هذه ما كانش، روحوا للمدارس شوفوا دفاتر اولادكم. والحل ما هو؟ يا والحل كان موجود ولكن طمسوه. ولا الحل؟ شوفوا الحل وين راح. هذه السنة الثانية سنة 1981 82. شوفوا كيف مفصلة، المحادثة والتعبير، الخط، القراءة، الإملاء، التعبير. معلم هنا يوجد روحه لازم يقدمها باعتناء ويختبر فيها التلاميذ باعتناء، والتلميذ يعتني والولي يعتني. شفتوا اللي هنا دفتر الاختبار، كنقولوا دفتر الاختبار راهو وسيلة من أهم الوسائل. ويقول لك التقويم نقومه، واش تقوم؟ كما ابن قبريط بعثت لهم المعلمين عن طريق البريد، ما رأيك فيه؟ نعم، لا، كذا. لأن التقويم الحقيقي نقوم نتائج التلميذ، نقوم. وإن كان بعض اللغويين يقول لك قوم غير موجودة، وإن كانت هذه غير موجودة. بعثت إليهم الرسائل التقويم، قيموا بعثوا لها ودير التقويم وكذا. يوم نقيمك انا ما نقولش والله كما التقييمات تاع الجامعه يكون التقييم صادق ومميز لا هذه كلنا ما نقبلهاش. انا اعطي لك نص واعطي لي تراتي كيف تصيغ السؤال. تقول في الكتب التربويه وحتى في الوزاره يقول لك يعني المعلم ان يسال اسئله تنمي قدرات الفكريه لا الحفظ. اعطيني ترى انا اعطي لك نص واعطي لي هذه وهذه، ميز بيناتهم. تعرفش ملا كلامك لا قيمه له. اليوم العلم الذي لا يطبق لا نعتبره علم ابدا. لا يوجد علم في اي جميع الميادين. اذا تقول لي صح وين رانا رايحين درك؟ اقحام الفرنسيه، اقحام نقيم وثقافه فرنسيه. شوفوا درك ما يقراوش الفرنسيه، وعلاه زادوا الفرنسيه. زيدوا لهنا ما يقراوش الفرنسيه في السنه الاولى، علاه زادوها. شوفوا لهنا كتاب الرياضيات التربيه العلميه والتكنولوجيه صفحه 39 مدد الخط الاخضر الى نقطتين. ما يقراوش الفرنسيه. لماذا جاء ابي؟ لا ما يقولوش الف باء، لا ما يقولوش 1 و2، لا ما يقولوش 4 و2. شوفوا لهنا فرض اتجاه بدون دليل، فرض لغه وثقافه وقيم شعب، نحو لغه وثقافه وقيم شعب. شوف علاش يكتبوه هما ثلاثه؟ باه ما يغلطش المعلم ولا التلميذ ولا يعود ما يعرفش يكتب من اليمين لليسار، لازم نكتبوا من اليسار لليمين. ها بس لا هذه موجوده في الميدان، ما تقول لي ما نقول لك يعني. وكنت تروح لاصحاب الميدان تعرف ما يعرفهمش. ومش هكذا القراءه، لازم نقرا من اليسار لليمين. ما هو الدليل؟ ها هو الدليل. شوف لكي نقارن نكتب العدد 20 والعدد 13. اكتب 20 لهنا اكبر من 20 ونقرا 13 اصغر من 20 والتحت، واقرا 20 اكبر من 13 من اليسار لليمين. كنت تروح لاصحاب الميدان ما على بالهمش بها وقراوها وفاتوا بها وممكن نمشي. هذا هو اللي تقول لي الفكر.
راهم نقل كما قالوا الاساتذه، قال لك ينقلوا برك ينقلوا. وفي هذا الكلام نقول لكم اللي نقل القران الكريم، ربي قال لك افلا يتدبرون القران ام على قلوبهم اقفلوها. دبر القران، خاطر درك اياهم كاين شرح راهو غالط. لي فكر نعطيكم مثال واحد اخر، يعني هذيك تحبوا تبحثوا عليه بحثوا عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستختلفون من بعدي، فما أتاكم عني، شوفوا، لم يقل طبقوه، لم يقل اتبعوه، لم يقل انشروه، لم يقل أي شيء. فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، يعني قارنوه، فما وافقه فهو عني، وإذا خالفه فهو ليس عني. أعطي القاعدة، الحديث اللي قالوا لنا أعطي القاعدة. نجيك درك نعطي لك شيء رسمي. العظة الأخلاقية تستنتج ولا تلقن. شوف، هذه هي التربية الإسلامية، راح يقلبوها جملة. هذه حصة كاملة، ها، التعاون ينشر المحبة وكذا، ومن بعد الآية. وشوفوا التربية احترام الكبير، ها، هذه حصة بقداش؟ 45 دقيقة. كيف المعلم يتصرف؟ المعلم كيعود يعرف يتصرف ويعرف يمكن. وهذا المفتشين وهذو اللي يكتبوا المناهج واش قاعدين يديروا؟ نزيدوا ويشرحوا. هذه اللي انا حبيت برك. شوفوا الصوره، شوفوا هذه ما نقولكمش عليها، لاحظوا واستنتجوا، انا ما نقول لك حتى شيء. شوفوا الصوره مليح، عندها مغزى كبير هذه، ولكن انا لا نعرف باللي راكم تتبعوا ولا ما تتبعوش. شفتوها مليحه؟ استنتجوا. هكذا نعلم التلميذ كيف يفكر. هذا هو الشيء، علم التلميذ كيف يفكر. مش قضية معلومات تنسى، احنا المعلومات اللي قريناها نسيناها، لكن قضية التفكير، تنمية التفكير. خلاص الدليل باللي كيقولوا لي المناهج كذا ونروحوا بعيد، وقال لك الاساتذه ناقشوا المنظومه التربويه وتلقى فيها غير مناسب وفوق المستوى وكذا. هي كلمنا من هذا.